وهكا غادي يغسلوا مجموعين وغادي يضحكوا وغادي ينشطوا ويقوموا بحمام مغربي بتقاليده. وفي الاخير كتخرج الام هي والاخت ديالها المكان اللي غادي يتم فيه اللبس ديال الملابس ديالهم، وخلاو العروسه كتشلل كما كنقولوا بالدارجه المغربيه ديالنا. غادي يدوز وقت اللي هما غادي يعتبروه وقت طويل والبنت ما خرجتش من الحمام. غادي تستغرب الام وغادي تقول لاختها بنتي تعطلات بزاف، غادي ندخل نشوفها مالها تعطلات. وفاش كتدخل الام للحمام كتقلب ما كتلقاش بنتها. قلبات الحمام بثلاثه ديال البيوت ديالو. الحمام المغربي معروف انه كيكونوا فيه 3 ديال الصالات. الصاله الاولى كتكون فيها البرمه وكيكون الماء سخون بزاف، وكاينه الوسطى اللي كتكون دافئه